فاش كان كيصلي سخنوا سيف ديال الحديد وحطوا ليه على راسو حتى طلع ليه الدخان من راسو، هو يغيب وطاح وهو كيصلي. شدوا حفرة وداروا فيها العافية وسرحوه على ظهره. هذا خباب رضي الله عنه دازت من مورا هادشي أكثر من 20 سنة، وكانوا الصحابة مجموعين مع عمر رضي الله عنه وكانوا كيجبدوا العذاب اللي دوزو في مكة. خباب ما هضرش، غير عرى على ظهره ملي شافوا عمر رضي الله عنه ويغشى عليه، يعني سخف بكثرة آثار ديال العذاب اللي كاين عليها، وخا دازت على مدة طويلة. كيخليو الشمس حتى كتشعل وكتسخن الرمله اللي كاينه في الصحراء عندهم، وكيربطوا بلال بن رباح رضي الله عنه مع شي فرس وكيجرجروه فيها. قصص التعذيب البشعه اللي طرات الصحابه رضي الله عنه كثيره بزاف. صهيب الرومي كان تاجر كبير في مكه وكان لاباس عليه وعيش الرفاهيه. جا واحد الوقت سلم وبغى يهاجر للرسول صلى الله عليه وسلم للمدينه، جهز 10 ديال الجمال، حط فيهم الذهب ديالو والثروات ديالو. ملي بغى يخرج مو يوقفوا عليه كفار قريش، قالوا لي فين غادي؟ واش دخل الحمام بحال خروجو؟ غتخلي هادشي وغتمشي؟ قال لهم خليو لي غير جمل واحد نركب عليه باش نمشي، راه الطريق بعيده. قالوا ليه لا، حتى ديك اللبسه الغاليه اللي لابس غتحطها حتى هي وغتمشي. شنو قال لهم؟ لا صافي غنجلس وغنبقى في هذا الشيء. لا، سمح في داك الشيء كامل وخرج بجلباب وباش مشى للمدينه وهرب ودا معاه غير الدين ديالو من مورا ما كان عايش الرفاهيه. في غزوه احد الرسول صلى الله عليه وسلم ما ردش البال لواحد الحفره هو يطيح فيها تتضرب ليه وجهه مع الحجر ونزف. شاف واحد من الكفار ويجي عنده ويبدا يضربه بالسيف مسطح، يعني كيصرفقوا باكي كنقولوا، كيضربوا على راسو وكيضربوا على حناكو. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم داير خوذه ديال الحديد وفيها الاسنان باش كيربطوها، وبقى كيضرب فيه هنايا تدخلت ليه الخوذه الحناكو الشريفه، لدرجه ان الصحابه قالوا ما بقيناش كنفرقوا ما بين الملامح ديال الرسول صلى الله عليه وسلم كثرة الدم. شافوا ابو بكر الصديق وجا عنده كيجري بغى يحيدها ليه ولكن ما قدرش، ويجي عنده ابو عبيده بن الجراح رضي الله عنه ويقول ابو بكر استحلفك بالله اتركه لي، ويهزو من الحفره وحطوه وسرحوه وبدا بغى يحيد ليه داكشي من حناكو ولكن ما قدرش. اشنو دار؟ بدا كيعض في الاسنان ديال الخوذه بسنانه، كل عضه كيتهرسوا ليه السنان، بكل عضه كيتهرسوا ليه السنان حتى ما بقاوش عنده سنان. كانوا كيقولوا الصحابه رضي الله عنه ان الابتسامه ديال ابو عبيده بن الجراح فاش طاحوا ليه سنانه بسبب ديك الواقعه احسن من الابتسامه اللي فاش كانوا عنده سنان. عماره رضي الله عنها هذه مراياك في نفس الغزوه شافت الكفار من مورا الرسول صلى الله عليه وسلم. اشنو دارت؟ مشات كتجري ودارت راسها درع وبداو كيضربوها الكفار بالسيوف حتى طيحوا لها كتفها وهي طيح. جا عندها ولدها كيجري قال لها امي. قالت ليه سير عند الرسول صلى الله عليه وسلم، هو اولى مني بالانقاذ. يرمى النبي صلى الله عليه وسلم بسهم غير لقى ليه طرح يدو حتى تشلات ليه. قصص التضحيات ديال الصحابيات والصحابه ما كتساليش، ولكن علاش كانوا كيضحيو باموالهم وبنفوسهم؟ وكون كانت شي حاجه اكثر من هادشي كنضحيو بها. شنو بان ليهم هما وما بانش لينا حنا؟ بان ليهم نور اللي شعل وسطهم من مورا ما كانوا عايشين في الظلام. ابو بكر وعمر رضي الله عنهما من مورا الموت ديال الرسول صلى الله عليه وسلم مشاو يزوروا ايمن رضي الله عنها، شافتهم وهي تبدا تبكي، بغاو يواسيوها هما يقولوا لها ما عند الله خير لرسوله. قالت لهم لا انا عارفه، ولكن كنبكي حيت انقطع الوحي من السماء. وبكاتهم بديك الهضره حيت كان الرسول وسطهم وكان كلام الله كينزل وسطهم. هاد الناس كانوا عارفين قيمه داكشي اللي كيعيشوه وعارفين ان هاد الدين غالي والشرف ما بعده شرف. هما ضحاو وداروا اللي عليهم، ولكن حنا شنو درنا باش ضحينا؟ خايف لا تمشي للمسجد وتخلي صحابك واقفين ويضحكوا عليك، خايفه لا ديري الخمار ويقولوا عليك صحاباتك معقده، ما قادرش تبين الموقف ديالك من الالوان باش ما يقولوش عليك متخلف، ما كتقدرش تبارطاجي الفيديوهات ديال الدين عندك باش ما ياخذوش منك موقف ويقول واقيلا راه معقد. باش ضحينا وحنا ما قادرين نتحكموا حتى في الشهوات ديالنا. شنو درنا حنا لهاد الدين؟ كنقولوش لك هز السيف وخرج تحارب، غير عطي رايك وما تحشمش من الحق. كيف ما عندهم هما الوجاه في دوله اسلاميه كيقولوا العلاقات الرضائيه، الحريه، الفيمينيزم، قول غير لا، هاد الشيء راه ضد ديني. وما تحاربش خوتك في الاسلام اللي كيديروا داكشي علاش قدو. وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. راه انت اللي عندك الشرف باش تكون من الناس اللي غيوقفوا مع الحق واللي كيدافعوا على الدين. اما الله عز وجل
ناصر دينو بيك ولا بلا بيك. دير جميل عجبك الفيديو وعطينا رايك في لي كومونتير وتابونا باش تكمل معنا وبارطاجي، لان الدال على الخير كفاعله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.